استاذ هشام معاكم في شاي بعد الفطار. والله الحمد لله بحمد ربنا على رد الفعل بتاع الناس، شكرا على قلبكم النقي، ودي بجد حقيقه. الناس لو ان هي قلبها جميل وطيبين ما كانوش دخلوا بعتوا لي كمل المسجات اللي انا شفتها دي، فشكرا من كل قلبي يعني. والله انا انبسطت جدا، هم مجتهدين قوي وشباب شاطره بجد، والحمد لله الناس ادتنا الثقه ادتنا حبها اللي يخلينا واثقين في ان احنا بنعمل حاجه حلوه وعايزين نجتهد. الحمد لله ان ده حاصل. انا انبسطت جدا بالشغل مع اخواتي ولاد الشمس. يعني والله طول الوقت هزار وضحك كده، بس في مشهد اللي هو موت قطايف ده كان في وسط المشهد مالك بيضربني بالدماغ احيانا اللي هو اصحى قطايف ففاهم اللي هو الموضوع ايه ده لا بس دي شطاره طبعا منه بجد، هو كان في الموضوع قوي يعني. ضحكت اول ما سمعت الاسم، اول ما شفت على الورق ضحكت بصراحه. هو كان اسمه كده من الاول دي كقطايف لا هقول له ايه، لا ممكن اخد ولع ومفتاح واحكي لهم اللي حصل، يعني هنعمل حاجات كتير قوي في شباب من دار ايتام كانوا بيبعتوا لي ومبسوطين بالمسلسل وقالوا لي ان انتوا بتحكوا حكايتنا يعني. الاستاذ محمود حميدة اكيد بحب الاجواء بتاعت رمضان كلها بصراحه، اجواء العائليه كمان والصحاب، وبحس ان انا برجع لحياتي العاديه تماما في رمضان. لا بشرب شاي لعيب كوره، كنت بلعب زمان ورحت المقصة ورحت اتحاد الشرطة شوية، كان السنة دي اتحاد الشرطة موجود، كنت بلعب كورة يعني. مكتبة بقى اروح مكتبة ايه ده انا لايق على المكان هنا يقول لي ولع ومفتاح، يقول لهم على اللي في الملف، ياخدوا الملف كلهم يروح بقى يسلموا الملف كده للشرطة وخلاص من غير اي مشاكل. خد يا عم الحاج الراجل ده. لا اقول لهم المصايب نوعين يا جماعة، لازم تبقوا عارفين، حظ عسر يصيبنا وحظ حسن يصيب الاخرين.